خليني اخدك معايا لاجتماع بيحصل كل شهر في شركات كتير. مدير المبيعات يقول احنا عايزين الشهر الجاي نبيع 200,000 وحدة. يرد عليه مدير الانتاج يقول له 200,000 ازاي؟ القدرة الانتاجية للمصنع 150,000 وحدة بس. يدخل مدير المشتريات ويقول حتى لو الانتاج وافق انا عندي خامات تعمل 140,000 وحدة بس، والمورد محتاج 60 يوم عشان يورد باقي الكمية. يجي بعد كده الدور على المالية وتقول احنا مش هنقدر نوفر السيولة دي للكميات دي كلها. وبعد كده يجي دور التسويق ويقول احنا خلاص بدأنا الكامبين ومش هينفع نأجلها. دلوقتي مين فيهم الصح؟ الإجابة كلهم صح، لكن في نفس الوقت كلهم ممكن يخلوا الشركة تخسر لو كل واحد فيهم فكر من وجهة نظره ومن قسمه أو إدارته بس. وعشان كده الشركات الكبيرة والشركات العالمية ما بتسيبش كل إدارة شغالة لوحدها، لكن بتجمعهم كلهم على ترابيزة واحدة في اجتماع اسمه S&OP أو Sales and Operations Planning. وده هو موضوع حلقة النهاردة. ورا كل شركة ناجحة سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي التخطيط هو اللي بيحول الرؤية لواقع. أنا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في الحلقة السابعة من Planning Master Class. وفي رأيي دي واحدة من أهم حلقات السلسلة كلها. ده لو الموضوع ما طولش وقسمناه على حلقتين لأنه يستاهل، لأنك لو فهمت ال S&OP صح هتفهم ليه أحيانا المبيعات والإنتاج والمشتريات ممكن يختلف، وهتفهم كمان إزاي الشركات الكبيرة بتحول الاختلاف ده لخطة تخدم الشركة كلها. فنصيحتي ليك اتفرج على الحلقة دي للآخر، لأننا كمان هنبني عليها في البرودكشن بلاننج وهنبني عليها في الانفنتوري مانجمنت. قبل ما نعرف يعني إيه S&OP أو Sales and Operations Planning، خلينا أسألك سؤال. لو كل إدارة جوه الشركة حققت ال KPI بتاعها، هل ده معناه إن الشركة نجحت؟ الإجابة إنه مش دايما. تعال ناخد مثال. المبيعات حققت أعلى مبيعات في تاريخ الشركة الشهر اللي فات، لكن الإنتاج ملحقش يصنع الكميات، والمشتريات ما كانش عندها خامات، فالعملاء استنوا وبعدها بدأوا يشتروا من المنافس. يبقى المبيعات نجحت لكن الشركة خسرت. طيب تعال نشوف العكس. الإنتاج قرر إنه ينتج كميات ضخمة عشان يقلل من تكلفة الوحدة، وبالتالي المخازن اتملت، والمبيعات باعت اقل من المتوقع، والسيوله اتربطت في المخزون، وتكلفه الاحتفاظ بالمخزون او الكارينج كوست زادت. هنا الانتاج حقق هدف لكن برضه الشركة خسرت. وهنا بدأت الشركات تكتشف ان نجاح كل إدارة لوحدها مش معناه نجاح الشركة. لازم يبقى فيه هدف واحد وخطة واحدة. يعني ايه S&OP؟ ببساطة ال S&OP ده عملية شهرية بتجمع إدارات مختلفة داخل اجتماع واحد عشان كلهم يتفقوا على خطة واحدة الشركة تمشي عليها. مش خطة للمبيعات لوحدها وخطة للإنتاج لوحدها، لا، خطة واحدة إدارات الشركة كلها هتمشي عليها. يعني بدل ما كل قسم يقول أنا خلصت شغلي، يبقى السؤال اللي بيتسأل إحنا كشركة هننجح إزاي؟ وهو ده الفرق الجوهري. ليه ال S&OP مهم؟ في ناس فاكرة إن ال S&OP ده هو مجرد اجتماع، لكن في الحقيقة مش الاجتماع هو اللي مهم القرارات اللي بتطلع منه، وهي دي القيمة الحقيقية لل S&OP. طيب خلينا نشوف كده. لو إدارة المبيعات متوقعة زيادة بنسبة 30%، فالإنتاج لازم يعرف، والمشتريات لازم تعرف، والمخازن لازم تعرف، والمالية لازم تعرف، لأن كل قرار من دول هيأثر على القسم التاني. لو المبيعات غيرت الفوركاست والمشتريات ما تعرفش، هنا بقى في مشكلة. ولو الإنتاج زود القدرة الإنتاجية والمالية ما تعرفش، هنا برضه هيبقى في مشكلة، لأن ممكن الميزانية ما تستحملش الزيادة دي. يعني الهدف الحقيقي من ال S&OP إن كل الإدارات تتكلم لغة واحدة أو تتكلم نفس اللغة ونفس الأرقام. إيه هي أهداف ال S&OP؟ طيب خلينا نفهمها بطريقة عملية شوية. أول هدف عندنا هو تحسين خدمة العملاء، يعني المنتج يبقى متوفر لما العميل يطلب. تاني هدف عندنا هو تقليل الستوك أوت، يعني نقلل فرصة لما العميل يجي يطلب المنتج ما يلاقيهوش. تالت هدف هو تقليل الاكسس انفنتوري، وده لأن المخزون الزيادة مش نجاح. المخزون الزيادة معناه إن فلوس الشركة محبوسة، وزي ما اتفقنا قبل كده إن ده بيرفع الكارينج كوست. رابع هدف معانا هو تحسين استخدام المصنع، يعني بدل ما يبقى في شهر المصنع شغال فوق طاقته اوفر تايم وعايز انتاج زياده، وشهر تاني واقف، ودور التخطيط انه يخلي التشغيل مستقر اكتر. خامس هدف معانا تحسين التدفقات النقديه او تحسين الكاش فلو، لان الاداره الماليه محتاجه تبقى عارفه من بدري الشركه هتحتاج تشتري ايه وهتقبض امتى وهتدفع وتصرف ازاي. طيب خلينا اديك مثال. شركة بتنتج ايس كريم، والتسويق قرر انه يعمل حملة ضخمة او كامبين كبيرة في اول يونيو، والمبيعات متوقعة زيادة بنسبة 40%. لو محدش بلغ الانتاج والمصنع اشتغل بالطريقة القديمة، النتيجة هنا هتبقى ان الحملة نجحت
وبعنا فعلا 40% زياده، بس النتيجه ان المنتج خلص من السوق. فهنا بقى المشكله في التسويق ولا المشكله في الانتاج؟ الحقيقه ان المشكله ان محدش شاف الصوره كامله، وده بالظبط هو دور الاس ان او بي. طيب مين اللي بيحضر اجتماعات الاس ان او بي؟ في الشركات الكبيره غالبا هتلاقي ديماند بلاننج والسيلز والماركتنج والبرودكشن والبريكيورمنت واللوجيستكس والوير هاوس، واحيانا ناس من التوب مانجمنت او الاداره العليا، لكن كل واحد فيهم داخل للاجتماع بهدف مختلف. ودي نقطه ناس كتير ما بتتكلمش عنها، وهي كل اداره بتدور على ايه. فالمبيعات بتقول انا عايز احقق كل طلبات العملاء بتوعي، والانتاج بيقول انا عايز خطه انتاج مستقر، والمشتريات بيقول انا عايز اعرف خطه الانتاج من بدري عشان الموردين عندهم ليد تايم، والمخازن بتقول انا عندي المساحه محدوده، والماليه بتقول انا عايز احافظ على السيوله. كل واحد فيهم بيدافع عن هدف مشروع، لكن لو خرجوا من الاجتماع ده وكل واحد فيهم متحفظ لرايه، الشركه هتقع والاجتماع يبقى فشل. بس لو خرجوا بخطه واحده يبقى الاجتماع ساعتها نجح وبقى فعلا اس اند او بي. لحد هنا عرفنا ليه الشركات محتاجه الاس اند او بي وايه هو الهدف الحقيقي منه. لكن لسه السؤال الاهم، الاجتماع ده بيتم ازاي؟ هل كل الناس دي بتدخل الاجتماع وتتناقش وخلاص، ولا في خطوات واضحه الشركات العالميه بتمشي عليها قبل ما تعتمد اي خطه؟ وده اللي هنبدا بيه الجزء الثاني، وبعدها هنعيش مع بعض في كيس ستادي كاننا قاعدين فعلا في اجتماع اس اند او بي.